تعرفون أن الناس اللي ينامون أقل من 5 ساعات في اليوم أو اللي ينامون في النهار ويسهرون بالليل معرضين للسمنة أكثر عن غيرهم ب50%؟ ليش طيب؟ لما يضطرب نوم الإنسان فإن جسمه يفرز هرمون اسمه غريلين، ويسمى أيضا بهرمون الجوع. هذا الهرمون لما يفرز من الجسم يبدأ الإنسان يبحث عن السكر مباشرة، ولذلك يأكل أكثر ويتعرض لأخطار السمنة. هذا هو الوقت الطبيعي لنوم الإنسان بالليل. تعرفون شو يستوي في الناس اللي ينامون في النهار بدل الليل؟ لما الدماغ يدرك بأن الشمس طالعة من خلال العين طبعا، يحاول الواحد منا أنه هو ينام، فالدماغ يقول له لا، هذا وقت الصحو، فيصر على النوم والدماغ يقاوم، وتمون في هذه المعركة لين الدماغ يتعب ويستسلم. لما هالعملية تتكرر على مدى الأيام والسنين يبدأ جهاز المناعة في الجسم يضعف ويحترق، وترتفع نسبة احتمال إصابة هؤلاء الناس بالسرطان. ولأن قلة النوم تؤدي إلى الإجهاد، يقوم الجسم بإفراز الجلوكوز في الدم علشان يعوض التعب، ومع الوقت يبدأ الجلوكوز يملأ الأوعية الدموية، ويزداد احتمال إصابة الإنسان بمرض السكري، وتبدأ قدرة الأوعية الدموية على تحريك الدم بشكل فعال تضعف مع الوقت، فيصاب الإنسان بأمراض ضغط الدم. طيب، شو الحلول الموجودة اليوم غير عن الأدوية لحل مشكلات النوم؟ من الحلول البسيطة واللي يقدر كل واحد يسويها إنه يجهز غرفة نومه علشان تكون غرفة نوم حقيقية. يعني لازم تكون مظلمة وهادئة وباردة نوعا ما، لأن الأشعة الزرقاء اللي تطلع من الشاشات تمنع تدفق هرمون النوم في الجسم،